السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم حبيت اشارككم وصفة سهلة وبسيطة وخفيفة، ما راح اطول عليكم الفيديو. راح اسوي كباب عروق او كباب الطاوة. راح احتاج ل بصل واحد كبير، وطماطة 2، بوتيتة واحد كبيرة، وعندي باقة كرفس، ولحم مفروم. هذه اللي راح احتاجه للكباب العروق. راح اثرم المواد كلها بايدي ثرم ناعم، وبعدين اخلطهم، وان شاء الله اشوفكم النتيجة خطوة بخطوة، وان شاء الله ينال اعجابكم. ثرمت بنات البتيتة هيجي شكل ثرم ناعم، وهسه راح ابدي بالبصل. البتيتة وحدة كبيرة، وهسه راح ابدي بالبصل. البصل هم وحدة كبيرة كلش كافي، على ربع كيلو لحم مفروم، والطماطة عدد 2، وكرفس قلنا باقي. راح احتاج لهم سنين ثوم، وراح احتاج من التوابل ماجي والفلفل الاسود والفلفل الحار والكاري، ورشة من الكبابة. ان شاء الله راح نسويها ويعجبكم، انا متأكدة كلش طيب. بنات الكباب عروق ما يحب الثرم مال الماكينة ابد، لا هو ولا الدولمة. اللي يريد ياكل اكل وبيه طعم طيب يثرم بيديه. الماكينة والمثرمة يعني جبتي على اشياء مستعجلة او اشياء قوية ما تقدرون تثرموها بايديكم، تعب بالثرم. طعم طيب كلش طيب اذا الثرم بالايد. ثرموه ناعم، وبعدين راح تخلطون المواد. هكمل من ثرم البصل ثرم ناعم، وراح ابدي بالطماطة. هسه بنات ثرمت المواد كلهم ثرم زين ناعم، هاي الطماطة والكرفس والبصل والبتيتة. وراح احتاج للتوابل الماجي وبابريكا والفلفل الاسود والكمون والزنجبيل والكاري والفلفل الحار والكبابة وخاشوقة اكل من النشا على مود القرمشة. وهنا عندي ربع كوب من السميد، ونص كوب من الطحين، وربع كيلو من اللحم المفروم. راح اخلطهم هنا بهاي الانجانة كلهم، وراح نشوف النتيجة ان شاء الله خطوة بخطوة انا وياكم، ان شاء الله ينال اعجابكم. هنا بنات هسه بنات خلطت المواد خلط زين، راح اضيف لهم التوابل. والنشا، وراح اضيف السميد، كوب من السميد، وراح اضيف الملح، وراح اضيف الطحين واعجنهم. هنا ضفت التوابل والملح والسميد والنشا، اخلطهم خلط زين، وراح اضيف الطحين. اضيف بالتدريج على ود ما تصير عندي عجينة. ما طيب اذا صار الطحين هواي، اذا صار هواي ويا الخضروات يصير مو طيب، واذا صار شوية يقوم ما تلزم الكبابة بالايد، ما تلزم اثناء القلي، تصير صعوبة شوية بعجنها. اشوف اعجن شوية، وراح اشوف ايش قد راح احتاج. بالتدريج راح اضيف الطحين. هسه بنات ضفت ربع كوب اضافي للعجينة. يلا صارت عندنا عجينة متماسكة نقدر نسويها بالشكل اللي نريده. وضفت لها فصين ثوم، ثرمتهم ثرم ناعم، وهسه راح اقلمهم العجينة، وراح اتركها على جنب. راح اصعد اخبز، اسوي لكم خبز حار ان شاء الله، واقلي لكم كباب العروق، وراح اشوفكم النتيجة، وان شاء الله تعجبكم وتاكلوه وبألف عافية. ارجو المشاركة وتفعيل الجرس،
أو على صفحتي اللي على التيك توك، فالتعليق حلو وإضافة القلب. هذا العجين مالتي بنات، راح أصعد أخبز وشوفكم الخبزات مالاتي إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وهذا خبز الشعير الزوجي، يعني لأن زوجي ما ياكل الخبز العادي، ياكل خبز الشعير. راح أخبزهم إن شاء الله أنا وياكم وتشوفوهم، وأسوي أقلي الكباب وراح تشوفون النتيجة مالته خطوة بخطوة إن شاء الله ينال إعجابهم بكرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وهاي خبزاتي حبايبي، خبزت وكملت. دول خبزاتي. الموبايل طبعا يظلمهم، طحين أبيض يخبل، خبز متفح، وهذا خبز الشعير. إن شاء الله راح أقلي كباب عروق ونتعشى بيه عشاء خفيف نواشف. راح أشوف شو أسوي وياهم إن شاء الله ينال إعجابكم. وهنا كملنا وجبة من الكباب العروق، شلون مقرمشة ومستوية كلش طيبة. جربوها وراح تنال إعجابكم، أنا متأكدة 100%.